سنة 1995 بجامعة ستانفورد الأمريكية شاب اسمه لاري بيج بيتعرف على شاب تاني اسمه سيرجي برين. الاتنين في الأول كانت أفكارهم مختلفة، لكن كان بيجمعهم شغف واحد بس وهو الإنترنت. وقتها محركات البحث زي ياهو وألترا فيستا كانت أي كلام، كانت بتدور على الكلمات جوه الصفحات بشكل عشوائي بدل أهميتها، والنتيجة طبعا كانت بتبقى فوضوية. لالي وسيرجي لاحظوا الموضوع ده وقرروا يعملوا محرك بحث أذكى بكتير من اللي فاتوا، وبيعتمد على فكرة عبقرية اسمها البيج رانك. ودي ببساطة عبارة عن إن الصفحات التانية شاورت عليك كام مرة. يعني مثلا لو موقع تانية حطوا لينك الموقع بتاعك عندهم، ده جوجل بتفهمه إن الموقع بتاعك ده ليه أهمية أكتر. ويا سلام بقى لو كان موقع شبه بي بي سي ولا مواقع كبيرة المشهورة بتاعة الأخبار، ده أنت بتبقى في التوب عندهم. المضحك بقى إنهم سموه المشروع بتاعهم في الأول باك راب أو تدليك الظهر، والاسم ده هتشوفه غريب لكن هو في سبب وراه. إن السر في الكلمة ديت كانت إنها باك لينكس أو روابط الخلفية، ودي إشارة عن الروابط اللي بتتحط في المواقع التانية اللي بتشاور على الموقع بتاعك. لكن هم اختاروا باك راب لنوع من الدعاية بتاعتهم. لكن طبعا لما المشروع كبر أدركوا إن مستحيل يعملوا شركة عالمية اسمها تدليك الظهر طبعا، فقاموا غايرينه لاسم جوجل، وده تعديل لكلمة رياضية اسمها جوجل واللي معناها واحد وجنبه 100 صفر، رقم طبعا مهول. وديت بالظبط اللي كانت عايزاه جوجل، عشان الرقم ديت بيعبر عن كمية المعلومات المهولة اللي ناويين ينظموها. لحد سنة 1998 جالك لاري بيج وسيرجي برين وأجروا جراج في كاليفورنيا من واحدة صاحبتهم، وهنا ب100,000 دولار بس استثمار مبدئي اتولدت شركة جوجل رسميا. لا تكن شريرا او دونت بي ايفل، ده الشعار اللي اتخذته جوجل ساعتها. لكن هل عملوا بالشعار ديت؟ مع بداية الالفينات جوجل ما كانتش مجرد محرك بحث، دي كانت الصاروخ حرفيا اللي انطلق مرة واحدة مع واجهة بسيطة جدا ما فيهاش زحمة ونتائج بحث دقيقة جدا. الشركة بدأت تعتمد على نموذج ربحي ذكي وهو الجوجل ادوردز. انت كمعلن بتدفع لجوجل عشان تظهر للناس اللي بتبحث عنك، وجوجل من ساعتها بقت تتبع الفلوس حرفيا. وفي 2004 دخلت البورصة بشكل رسمي. لكن فكر بقى ان جوجل سكتت على كده؟ لا طبعا، دي في 2004 عملت الجيميل، دي كانت نقلة نوعية في مجال البريد الإلكتروني، وأعلنوه في يوم 1 إبريل. والناس طبعا افتكرته إنها كسبت إبريل، وديت علشان جيميل ساعتها كان بيدي مساحة 1 جيجا بايت مجانية، على عكس الشركات التعبانة التانية كانت بتدي 2 ميجا بايت بس. بعدها بسنة بالظبط جوجل أعلنت إنها اشترت أندرويد، وهو كان لسه مجرد فكرة، وطورته عشان يبقى النظام اللي بيشغل أكتر من 70% من موبايلات العالم دلوقتي. وفي نفس السنة عملت جوجل مابس، وجوجل مابس ديت لازم لها قعدة شوية. وفي 2006 قامت جوجل شارية يوتيوب، واللي طبعا الناس كانت مفكراها صفقة مجنونة عشان اشتريتها ب1.65 مليار دولار. ودلوقتي يوتيوب بقى هو التلفزيون بتاع الكوكب بالكامل. مع مرور السنين جوجل ما بقتش مجرد محرك بحث، طموح لاري وسيرجي كان أكبر بكتير من كده. بدأوا يدخلوا في مشاريع ملهاش علاقة أصلا بالإنترنت زي العربيات اللي بتمشي لوحدها. المستثمرين في البورصة بدأوا يقلقوا من الموضوع ده، انت رايحة فين يا جوجل؟ انت هتودينا على فين؟ المستثمرين حسوا ان الموضوع بقى فوضى ومحتاج تنظيم والا هياخدوا فلوسهم ويمشوا. وهنا تيجي في سنة 2015 جوجل عملت حركة ذكية، وانها اعلنت عن اعادة هيكلة الشركة بالكامل واسست شركة جديدة اسمها الفابت. الفكرة كانت ببساطة ان الفابت هي اللي هتبقى الشركة الام، وجوجل كانت جزء من الشركة دي، وكانت هتبقى مسؤولة عن البحث ويوتيوب والاندرويد والحاجات اللي احنا عارفينها. اما شركة الفابت كانت هتبقى مسؤولة عن العربيات اللي ذاتية القيادة. وشركة ديب مايند واللي اشتريتها في 2014 بأكتر من 500 مليون دولار. لحد هنا والدنيا زي الفل، لحد في 2013 جوجل استحوذت على تطبيق ويز الإسرائيلي بمبلغ 1.1 مليار دولار. التطبيق ده كان بيساعد على انه بيحدد زحمة المرور والرادارات، وبكده تكنولوجيا المراحة الإسرائيلية بقت جزء أساسي من خوارزميات جوجل ماب. ومش كده وبس، دي جوجل ماب أصلا كلها بتدار في إسرائيل. انت مفكر بقى انها وقفت على كده؟ لا طبعا. في 2024 عقدت شركة جوجل مع شركة أمن سيبراني اسمها ويز. الشركة ديت من أوسخ ما تكون حرفيا، تم تأسيسها من 2 ضباط من الكيان في الوحدة 8200، وديت من أكبر الوحدات الاستخباراتية السيبرانية بالجيش الاستعبطوني. طبعا جوجل عرضت عليهم 23 مليار دولار كاش على الترابيزة دلوقتي حالا لشركة عمرها 4 سنين بس. والصدمة إن المؤسسين أصلا ويز رفضوا العرض ده. لحد في 2026 جوجل عرضت 32 مليار دولار، وده طبعا عرض مستحيل حد يرفضه. وتم شراء شركة ويز في مارس 2026
2026، ودي تبقى اكبر صفقة شراء عملتها جوجل في تاريخها. جوجل بقى ما سكتتش على كده، دي عملت كمان مشروع نيمبوس بقيمة 1.2 دولار بين جوجل وامازون والحكومة والجيش الاسرائيلي. المشروع عمل ضجة كبيرة لدرجة ان اصلا موظفين جوه جوجل عملوا اعتصامات على اللي جوجل عملته، واتفصل منهم كتير علشان رفضوا ان اصلا الشركة اللي بيشتغلوا فيها تستخدم التكنولوجيا اللي هم بيعملوها في اغراض غير انسانية. وده يدينا المعضلة كبيرة جدا، هل بعد كل ديت نقدر نسيب جوجل؟ جوجل حرفيا موجودة في كل حتة، تليفونات الاندرويد كلها مدارة من جوجل، ده حتى تليفونات ابل محرك البحث الافتراضي عند ابل هو جوجل، عشان بتدفع مليارات الدولارات لابل عشان تحطه. ده غير اصلا سيري عبارة عن جيميناي خلف الكواليس دلوقتي. لو حتى قلت مثلا لو تسيب جوجل كروم وتروح لبريف او مايكروسوفت ايدج او غيره مبنيين على كروميوم اللي هو تبع جوجل، طب لو قلت تروح لاوبرا هتلاقي ان محرك البحث الديفولت بتاعه عبارة عن جوجل، لدرجة ان الحكومة الامريكية والاتحاد الاوروبي رفعوا قضايا انهم يفككوا شركة جوجل لشركات منفصلة، عشان جوجل بتلعب لعبة المونوبولي، وهي انها بتحتكر السوق وبتشتري اي منافس ليها بالعروض المغرية بتاعتها. وفي الاخر تفكر بقى ان جوجل بعد كل ديت تبعت الشعار اللي هي كانت عليه في الاول، لا تكن شريرا وبس. مع السلامة.